النهارده هنلخص الجزء الرابع من سلسلة The Silent of the Lambs واللي بعنوان هانبل رايزنج. لو مفرجتش على الأجزاء اللي فاتت فهسيب لك الرابط تحت في الوصف أو فوق في الأي، روح اتفرج عليهم لو حابب. بتكمل أحداث فيلمنا واللي هنعرف فيه أو هنرجع فيه للماضي، وهنعرف إزاي طفل بريء وغلبان اتحول لأبشع قاتل متسلسل وآكل للحوم البشرية. بتبدأ القصة المرة دي في دولة ليتوانيا أيام الحرب العالمية الثانية، وبنعرف إن هانبل كان بينتمي لعيلة غنية جدا، وكانت مكونة من أبوه وأمه وأخته ميشا، واللي كانت بتحب هانبل جدا ودايما بيلعبوا وبيقضوا وقت كتير مع بعض. ولكن للأسف ليتوانيا كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وكانت تحت الهجوم من الجيش الألماني، وبسبب إن فيه هجمات من طيارات ألمانية فوق القصر اللي كانوا عايشين فيه، بيقرر ليكتر أبو هانبل إنه ياخد مراته وعياله ويستخبوا في البيت الريفي. فعلا ده اللي بيحصل، وبيلموا عفشهم وبيطلعوا على هناك. وفي يوم بتوصل دبابة للقوات الروسية قدام البيت الريفي بتاع العيلة، وبيطلبوا من ليكتر انهم ياخدوا مية من البير، فبيخرج لهم ليكتر هو ومراته والعيال بيفضلوا جوه. ولكن القوات الألمانية بتشوف الدبابة قدام البيت الريفي، فبيهجموا مرة واحدة على البيت وبيضربوا نار على الجنود والدبابة والناس اللي واقفة. فليكتر بيجري على عياله جوه البيت ولكنه بينصاب وبيقع ميت، وبيخرج هانبل عشان يقابل أمه، ولكن ضرب النار بيؤدي إلى انفجار الدبابة والشظايا بتطير وبتقتل أم هانبل. ما بيفضلش إلا هانبل واخته ميشا، وبيحافظ هانبل على اخته وبياكلها وبيشربها. وكان هانبل شجاع جدا، حتى انه في يوم بتيجي الديابه عشان تاكل من جثه امه وابوه، ولكن هانبل بيطلع وبيمشيهم بكل شجاعه ومن غير اي خوف. وفي الغابه قريب من البيت كان في كتيبه من الجنود الليتوانيه المنشقه، وكانوا جنود فاسدين. بتقابلهم عربيه للصليب الاحمر بيقتلوا المسعفين اللي فيها، وبيكملوا لحد لما بيوصلوا للبيت الريفي بتاع هانبل، وبيقرروا انهم هيستخبوا فيه لحد ما الاوضاع تهدى. وبيخش عشان يلاقوا طفل صغير عنده 8 سنين بيدافع عن اخته ميشا، لكنهم بيمسكوا هانبل واخته وبيربطوهم. وكان في واحد اسمه كولنس بيضرب ميشا وبيسرق منها الاسوره بتاعتها. هانبل ما كانش قادر يعمل اي حاجه، وقائد الكتيبه جورتاس بيسال الجنود هو في اكل ولا لا، وما بيكونش فيه الا شويه بطاطس قديمه. وبعد شويه بيرجع واحد من الجنود وبيكون اصطاد طائر بس كان مخبيه، فجروتاس بيمسكه وبيضربه وبياخد الطائر منه وبياكله هو ني. بعدها بيبص لميشا وبيقول للجنود بتوعه احنا لازم ناكل حاجه، وبياخد أبشع قرار وهو إنه بيذبح ميشا وبياكلها هو وجنوده قدام أخوها هانبل. بعد التجربة البشعة اللي بيمر بيها هانبل بتعدي السنين والحرب بتخلص، وبيبقى هانبل في أكاديمية تبع الاتحاد السوفيتي، ولكنه ما كانش محبوب فيها بسبب مشاكله كتير. فبيقرر إنه يهرب وبيخرج من الحدود، وبيوصل لبيت عمه في فرنسا عشان يلاقي مرات عمه واللي كانت من اليابان، وبتقول إن عمه مات وعيلتها هي كمان ماتت في تفجير قنبلة هيروشيما، ومش فاضل من العيلة إلا هما الاتنين. وبيستقر هانبل في البيت بتاع مرات عمه، ولكنه ما زال بيعاني وبيحلم بكوابيس من الأيام اللي قضاها في البيت الريفي مع كتيبة جورتاس. وفي يوم بتخش عليه وهو نايم وبتلاقيه بيحلم بكابوس وكان بيعور نفسه، فمورساكي بتهديه وبتصحيه وبتحاول تسأله عن إيه اللي حصل لميشا، لكنه ما بيردش عليها. بعدها بشوية بيكتشف المعبد بتاع مورساكي واللي بتعمل فيه طقوس يابانية، وهناك بيشوف سيف ساموراي مورساكي كانت جايباه من اليابان. وبتخش مورساكي على هانبل وبتعرض عليه تعلمه ازاي يستخدم السيف وبتدربه على القتال. وبيخرج هانبل مع مورساكي السوق، وهناك بيكون في بياع سمك بيحاول يتحرش بمورساكي، لكن هانبل بيهجم عليه وكان هيقتله بس مورساكي بتهديه. تاني يوم بياخد هانبل سيف الساموراي وبيلبس قناع كان موجود عند مورساكي، وبيطلع ورا صياد السمك وبيبدا يهاجمه بالسيف وبيقطع جسمه حتت. بعدها بيقطع راسه وبياخد السمك اللي كان معاه وبيديه للطباخ وبيطلب منه يعمله على العشاء. اثناء العشاء الطباخ بيقول ان الصياد اللي اتحرش بمورساكي مختفي بقاله شويه، وده شيء غريب. فمورساكي بتشك ان هانبل عمل له حاجه، وبتقوم تدخل المعبد بتاعها عشان تلاقي راس صياد مقطوعه وموجوده على طبق. وبيجي هانبل من وراها وبيمسح الدم من على السيف وبيقول لها انه خد لها حقها زي ما هياخد حق اخته ميشا لما يلاقي الناس اللي قتلوها. بعد كده بيجي البيت ضابط اسمه بوب وبيتهم هانبل في قتل الصياد، وده بسبب الخناقه اللي كانت بينهم. وبيعمل اختبار كشف الكذب لهانبل، والغريب ان هانبل كان هادي وبارد جدا، وطلع في الاختبار انه مش بيكذب وانه بيقول الحقيقه. تاني يوم مورساكي بتاخد راس الصياد وتحطها قدام الاسم عشان يلاقيها الضابط بوب، وبيلاقي عليها رمز النازيه. وبكده مورساكي بعدت التهمه
عن هانبل. وبينتقل هانبل هو وموريساكي وبيعيشوا في شقه صغيره بعد ما البيت بتاع عمه اتباع بسبب الديون عليه. وبيخش هانبل كليه الطب وبيحب دراسه التشريح جدا. وفي يوم كان رايح اسم الشرطه عشان يستلم جثه مجرم هيتعدم عشان يدرس عليها، وبالصدفه بيلاقي الضابط بوب كان بيستجوب المجرم قبل ما يتعدم، وكان بيستخدم ماده طبيه بيحقن بيها المجرم، والماده دي كانت هتقوي من وعيه وتخليه يفتكر احداث الجريمه بصوره كويسه. بيقرر هانبل انه يستخدم الماده دي عشان تساعده يفتكر اللي حصل في البيت الريفي لما الجنود قتلوا اخته ميشا، وبيرسم وشوش الجنود على ورق، وكمان بيفتكر اساميهم واحد واحد. وبيقرر انه هيرجع ليتوانيا ويدور عليهم عشان ينتقم لاخته. اول ما بيوصل لليتوانيا واحد من الجنود واللي بقى ظابط بياخد باله من اسم هانبل ليكتر في الواصلين للبلد. بيروح هانبل للبيت الريفي وهناك بيلاقي السلاسل التعريفيه بتاعت الجنود واللي عليها اساميهم، وبيكتشف ان الجندي الظابط بيراقبه وبيهجم على هانبل، ولكن هانبل بياخد باله وبيهجم عليه وبيربطه. تاني يوم بيدفن هانبل بواقي عظام اخته ميشا، بعدها بيربط الظابط بحبل حوالين شجره وبيجيب حصان وبيخليه يشد الحبل، وبيطلب من الظابط يقول له مكان جورتاس قائد الجنود، ولكن الظابط بيقول انه مش عارف. فهانبل بيشد الحبل زياده، فالظابط بيقول له على مكان واحد اسمه كولناس، وده لو فاكرين الجندي اللي اخذ الاسوره من ايد ميشا في اول الفيلم. بعد ما هانبل عرف مكانه بيخلي الحصان يشد الحبل وجسم الظابط بيتعصر وبيموت موتة بشعة، وبعدها هانبل بياخد جزء من لحمه وبياكله زي ما عمله مع اخته. وهنا بدأ هانبل يأكل لحوم البشر. بيرجع هانبل لفرنسا وبيقول لموريساكي انه عرف مكان بقية الجنود هم موجودين في مدينة فرنسية قريبة منهم، وبياخد هانبل من موريساكي وبيروحوا للمطعم بتاع كولناس. وهناك هانبل بيشوف كولناس مع عيلته ومن ضمنهم بنت صغيرة واللي بيناديها هانبل، وبيلاقيها لابسة الاسورة بتاعت ميشا، فبيديها هانبل السلسلة التعريفية بتاعت ابوها وبيمشي من مكان. اول لما كل ناس بيشوفها بيترعب، خصوصا انه عرف اللي حصل لصاحبه في ليتوانيا. وبتتجمع الكتيبه كلها وبنكتشف انهم كلهم شغالين سوا في تجاره السلاح. جورتاس بيقول لهم ان الشخص ده يبقى هانبل ليكتر اخو البنت اللي اكلناها، وبيأمر جندي اسمه ميكو بانه يراقب هانبل ويمشي وراه، وبيكون ماشي ورا هانبل في المشرحه، وهانبل بياخد باله وبيهاجمه وبيغرقه في سائل التحنيط، وبيسأله عن مكان القائد بتاع جورتاس. بعدها بيقتله. بعدها بيقابل هانبل الضابط بوب بالصدفه وبيقول انه سمع عن اللي عمله في ليتوانيا وانه مش هيسمح له يقتل حد في فرنسا. فهانبل بيروح مع المكتب وبيحكي له على كل حاجه حصلت ليه والاخت الصغيره ميشا. الضابط بيسيبه يمشي وبيقول للمساعد بتاعه احنا هنستخدم هانبل عشان نقبض على المجرم جورتاس. وكده كده هانبل هيتحول لمستشفى المجانين لان الطفل هانبل مات مع اخته ميشا، لكن الولد ده مش انسان، ده مش هانبل، ده قاتل متوحش. بيرجع هانبل البيت وبيلاقي موريساكي مستنياه وبتنصحه انه ما يكملش في اللي بيعمله، ولكن بيرفض وبيقول لها انا وعدت ميشا. وبيرجع كلية الطب وبياخد جثة الجندي اللي غرقه وبيحرقها. بعدها بيروح لبيت جورتاس وبيكون قاعد بيستحمى في البانيو، فبيرمي عليه ماده قابله للاحتراق وكان عايز يقتله، ولكن رجالته بيدخلوا بيمسكوا هانبل، ولكن هانبل كان عنده خطه وبيعمل انفجار صغير في المكان وبيهرب منهم. وبيروح البيت ومش بيلاقي موريساكي والتليفون بيرن وبيسمع جورتاس بيقول له لو عايز موريساكي تعالى على عنوان محدد في وقت محدد. لكن هانبل بيقفل وبيطلع على المطعم بتاع كل ناس وبيقول له انا عديت على بيتك قبل ما اجي هنا، وبيوريه الاسوره بتاعت ميشا اللي كانت في ايد بنته. بعدها بيطلع قماشه من معاه وكل الناس بيفتكر ان فيها راس بنته، ولكن بتطلع خدعه من هانبل. وبعدها بيساله عن مكان موريساكي، وبعد ما بيعرف منه بيقتله بالسيف. بيكون موريساكي في القارب بتاع جورتاس وبيوصل هانبل للمكان وبيشوف من بره ان جورتاس كان عايز يعتدي على موريساكي، فبيدخل وبيشتبك مع جورتاس وكان هيقتله خلاص، ولكن بيساله الاول عن مكان الجندي الاخير واللي كان موجود في كندا. بعدها جورتاس بيقول له انت لازم تقتل نفسك انت كمان، لان انت كمان اكلت معانا من لحم اختك ميشا، انت كمان كنت هتموت من الجوع واكلناك من اختك. والكلام ده بيعصب هانبل جدا لدرجه انه بيمسك السكينه وبيحفر حرف ام على بطنه، اول حرف من اسم ميشا. في اللحظه دي واحد من جنود جورتاس بيخش المكان، لكن موريساكي بتقتله. فهانبل بيقول له انا بحبك، ولكنها بتمشي وبتسيبه وبتقول له انت ما عندكش قلب ازاي تحب. فبينزل هانبل على جورتاس وبيبدا ياكل في وشه وهو صاحي. وبعد فترة بنشوف هانبل بيوصل في كندا وبيروح عشان يقتل الجندي السادس اللي شارك في قتل أخته، فعلا بيقتله زي إخواته. وبكده تكون ابتدت أسطورة السفاح هانبل وانتهت سلسلة أفلامنا. أتمنى تكون السلسلة عجبتكم. تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام.